السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحب بكم حبايبي في كل مكان، صلى الله عليه وسلم. مرحب بكم حبايبي في كل مكان. يا رب دايما تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين ونعاد عليكم الأيام بخير. احنا ابتدينا في أول شعبان، يا رب يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان ويأتينا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله، ويقدرنا على حسن الصلاة والصيام والعبادة والقرآن والقيام إن شاء الله. يا رب ينعاد عليكم بخير يا رب كده، ودايما تكونوا بخير انتوا وأسركم وأهاليكم وأولادكم يا رب، وكل اللي ليه طلب عندك يا رب تحققه له بحق هذا الشهر الفضيل. وحبايبي النهاردة هقول لكم ايه يعني تفريزات رمضان. لو مؤاخذة تفريزات رمضان يا جماعة، انا عايز اتكلم قبل ما ابدا الفيديو. عايز اقول لكم على قناة جميلة ظريفة حلوة خالص، قناة الجدة بخيتة. قناة الجدة بخيتة دي هتنزل لكم برنامج كامل في رمضان عن النصائح والعبادات والسؤالات، واللي عنده سؤال يسأله لها. والست يعني جزاها الله كل خير عايزة تقدم برنامج تتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. يا ريت تدخلوا لها وتتابعوها. انا هحط لكم لينك القناه بتاعتها في صندوق الوصف، يا ريت تتابعوا القناه الحلوه دي. هي قناه ظريفه جدا، خفيفه كده، ملهاش في المشاكل، ملهاش في المواضيع التانية. هي بتقول يعني ايه، البرنامج بتاعها ظريف دمه خفيف يعني. فان شاء الله يا رب ادعموها، وهندخل كلنا يا جدة بخيتة في شهر رمضان نشوف البرنامج اللي عاملاه، ربنا يجعله لك في ميزان حسناتك. هنزل لكم لينك القناة بتاعت الجدة بخيتة في صندوق الوصف. ايه هتفرز في رمضان ايه؟ ارجوك ما تفرزيش ولا حاجة في رمضان، ما تعمليش ليه ايه كلمة تفريز رمضان؟ هتفرز ايه في رمضان؟ احنا مش قاعدين عايشين احنا في الايام اللي قبل رمضان. يعني اقول لك ايه الحاجات اللي انت ضروري تفرزيه. يعني دلوقتي في رمضان كل ما تشتهي العين والنفس بيكون في رمضان. كل شيء، كل حاجة انت عايزاها بتلقاها في رمضان موجودة. يعني اللي قالت واحدة بتقول احنا يا جماعة قادرين نجيب في الايام اللي مش في رمضان عشان هنجيب ونفرز كمان لرمضان. في واحدة تانية بتقول يا جماعة ده انا جبت تفريزات كتيرة في رمضان وكلها باظت مني. يعني جابت الملوخية والبامية والطماطم ومش عارفة ايه والجوافة والمانجا وكذا وكذا. ليه ما مش بدي بفلوس ودي بفلوس. اقول لك ايه هو اللي انت تفرزيه، ايه هو اللي انت مش في رمضان بس، في الايام العادية حتى، مش في رمضان. اقسم بالله واقسم بالله تاني يميني حاسبني عليه الله سبحانه وتعالى، رمضان اللي فات والله دخل عليه رمضان ما جايبه ولا حاجة في البيت يوم زي الأيام العادية، ما هو إلا زيادة شعور بالفرحة والبهجة، وإن إحنا صايمين وشهر فضيل وتتقبل فيه الدعاءات وربنا بيجبر خاطر الناس فيه وكده يعني. فليه يعني ما وجب وتقضى شهر رمضان والحمد لله واستطرنا وكلنا وشربنا وعملنا حلويات وخبزنا خبيز العيد يعني، وكله جاء كل حاجة في وقتها، كل حاجة في وقتها يعني. فنصيحة من الوجه الله سبحانه وتعالى، اللي هو الحاجات اللي انت ممكن تعمليها تساعدك، مش تفريزات بقى، مساعدة. عشان طبعا ده شهر الصيام، تتفرغي للقرآن للعبادة الكلام ده. ايه اللي تعمليه يساعدك في رمضان؟ مش تفرزي، لا، ايه هو اللي تعمليه؟ اولا طبعا الطماطم والليمون بيكونوا غاليين جدا في رمضان فعلا، ده حقيقة. نعمل ايه بقى؟ في الطماطم دلوقتي رخيصة، يعني ال3 كيلو ب10 جنيه، كيلو ب3.5. تجيبي لك مثلا 30 كيلو ب30 جنيه، 50 كيلو ب50 جنيه، مش مشكلة. وده تعمليه ايه؟ وتصلصيه وتحطيه في اكياس جاهز. الصلصة تطلعيها على الطبيخ على طول، ما فيش غير تسلق اللحمة او الفراخ. تعملي ايه كمان؟ تجيبي كمية بصل، برضو البصل رخيص جدا. تجيبي كمية بصل، وانا هعملها لكم الحكاية دي برضو وعملتها لكم قبل كده بس مش لوحدها. تجيبي كمية بصل وما تبشريش بقى وتعملي في الكبة، لا، خرط كده بالسكينة. برضو هنزلها لك وهوريها لك على الله بكرة ما لقاش حد نزلها يعني. هعمل لك الطريقة ازاي انت تستغلي البصل في توفير الوقت، مش تفريز. هو رخيص لكن بيجي في رمضان وبيغلى، بيقبل كيلو مثلا ب10 جنيه، الكيلو ب7، 2 كيلو ب15 كده يعني. فدلوقتي هو طالع هو والثوم رخيص، فنحن نجيب 50 جنيه بصل ونعملوه وندسوه برضو في الفريزر. ده مش هقول لك تفريز، ده بنعملوه حتى في الايام العاديه. في الايام العاديه بنعمله زي كده ونكيسوه ونحطوه كمان. ايه تاني؟ الليمون.
الليمون دلوقتي خلاص غلي، مش هتقدري انت تجيبي دلوقتي، لان الكيلو دلوقتي انا لسه بدري سأل عليه لقيه ب 20 جنيه الكيلو. لسه في رمضان زي ما كان برضو في شهر من الشهور كان كيلو الليمون ب 60 جنيه في وقت في رمضان يعني. فده كان في الاول كان جبت كميه ليمون مثلا وعصرتيها او حطيتيها زي ما هي بقشرها كده اهو في كيس وحطيتيه في الفريزر، وتطلع الواحده تلقيها زي ما هي، يعني تعصريها ميتها زي ما هي، مش بتبوظ. كل ما هو ان بس القشره من بره بتدبل. ده تمام. ده اللي انا كان نفسي اقوله لكم. ما تفرزوش في رمضان، ما تتعبوش قلبكم، لسه شهر شعبان طويل، لسه شهر كامل. ازاي انت هتفرزي فيه كله وتدسي؟ ده انت عبال ما يجي شهر رمضان هتكون اللي انت فرزتيها تكليه. لان انت طبعا البيت عايز انت هتجيبي اللي هتجيبيه تفرزيه وتدسيه، مش تجربي عليه خلاص، مش هتمسكيه تاني، مش هتطبخي منه، هتجيبي جديد وتسيبي اللي انت عملتيه. لا طبعا، هتطلع من اللي انت عملتيه عبال ما يجي رمضان هتلقي نفسك خلصتي اللي انت فرزتيه. انا عملت زي ايه برضو بتاع ده اسمه ايه ده، البرتقال، عشان بقول لكم احنا بنقول هنا في الصعيد برتقان. البرتقال ده ايه رخيص، فانا جبت كميه صغيره والله مش كتير يعني، ورحت عملتهم في عصرتهم وفرزتهم وحطيتهم في اكياس وكده. طيب انا مش هقول لكم ان العيال خلصوهم خلصوهم العيال. كل ما حد يعوز يطلع كيس ويحطه في شفشق ميه ويقلبه بالسكر بألف هنا وشفي، ومش هفرز تاني خلاص. كل شيء يجي باوانه. فعشان كده حبايبي لوجه الله، مش الدنيا مش طارت، خلاص المصانع قفلت والزرع وقف والبهايم ماتت والفراخ ماتت ومفيش زرع، مفيش وكل، مفيش شرب. الدولة قفلت منتجاتها، قفلت مواردها. فاحنا زي المجانين بنطير ونجيب ونفرز ونحط في الفريزر وبتاع. لما الفريزر كل واحد فيكم هيوقع. والله 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 تاني انا ما عامله ولا حاجه من ده كله، ومش هعمل غير الطماطم والبصل زي ما قلت لكم. ليه؟ لان انت مثلا بتجيبي الفرخه تلقي الطماطم جاهزه مصلوصه، مش لسه تحطي في الكبه او في الخلاط وهتصلصيها وهتطلع البصل وهتقلي. هو ده بس اللي بياخد وقت ومش تفريز، ده بس حفاظا على الوقت. تطلع وتحط على طول، مش هتستغرق غير السلق اللحمه او الفراخ. وبرده التتبيلات لو عايزه مثلا تحطي التتبيلات دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقت كل التتبيلات بتجيبيها جاهزه، تتبيله الفراخ، تتبيله اللحمه، تتبيله مش عارفه ايه وايه وايه والكلام ده. علب الصلصه بتجيبيها جاهزه. ولكن انا بشجع انك انت تصلصي في البيت، تعملي صلصه في البيت وتخليها في البيت عندك كويسه خالص، مش برده تفريزات. خليها في رمضان وغير رمضان. يا رب اكون افدتك، يا رب يكون الفيديو يعني ناس اتقبلته. وانا والله مش بوجه الكلام ده لاي قناه، والله واقسم بالله مش بوجه لاي قناه. انا بس ده حتى الكلام ده قلت لكم السنه اللي فاتت برضو. احنا شهر رمضان يا جماعه للعباده وللصلاه وللقران، نخلص ذنوبنا وجسمنا وننظف روحنا في شهر رمضان بالعباده. شهر واحد بعد 11 شهر بناخدوها تلاهي، 11 شهر تلاهي وفسح ولعب واكل وشرب وطلوع ودخول وافراح ومش عارف ايه الكلام ده. عايزين شهر واحد يا جماعه ننظف، زي ما يكون معاكي حاجه مش يعني لو مؤاخذه في اللفظ يعني مش نظيفه او وسخه وبتنظفيها. نظفوا نفسنا وننظف نفسنا وانا كمان معاكم. يا رب تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن، يا رب تقبلنا عنده ان شاء الله. يا رب يا حبايبي ما ولا واحدة فيكم تفرز، تعملوا اللي هقول لك عليه بس. التوم برضو عملناه زي كده برضو عشان ده سنوي. البصل زي ما قلت لك والطماطم بس زيادة عن كده، لكن كل حاجة موجودة والحمد لله. وما تنسوش تدعموا جدة بخيتة وتخشوا لها في رمضان ان شاء الله في البرنامج الديني بتاعها. وحبايبي لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتري لاصحابك وحبايبك، اضغط لايك وشجعيني، اشتركي في قناتي لو مش مشتركه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وما تفرزيش في رمضان. السلام عليكم.